ما راح تصدقون الطريقة العجيبة اللي يتحكمون بها بالمطر في دبي. كل احنا نعرف انه معدلات سقوط الامطار قليلة في دولة الامارات، توصل الى 120 ملم بالسنة فقط، ولكن هنا ماكو شيء مستحيل. ما عندنا مطر، احنا نسوي المطر. الامارات هي من اول الدول العربية اللي تسوي ما يعرف بالكلاود سيدينج او الاستمطار، عملية ذكية ورهيبة لتحفيز الغيوم وزيادة معدلات الامطار. بس شلون يسوون هذا الشيء بالضبط؟ علماء الطقس يراقبون الطقس والغيوم وحركتها، ويحددون اذا هذه الغيوم مناسبة للتحفيز، وبعد ما يحددوها تنطلق طائرات خاصة محملة بأملاح مثل كلوريد البوتاسيوم وكلوريد الصوديوم ومواد أخرى، ينثروها على الغيوم، وهذه الأملاح تساعد في زيادة معدل تكثف بخار الماء في الغيوم وبالتالي زيادة المطر. الغيوم هنا تمطر تقريبا 50% من المياه الموجودة داخلها، ولكن باستخدام هاي التقنية الرهيبة والذكية تزداد هذه النسبة بمقدار تقريبا 15%. وأكيد نعرف أن الأمطار مفيدة للزراعة، مياه الشرب، وزيادة مخزون المياه الجوفية، وأكيد الجو الحلو.